السلام عليكم، وياكم اخوكم احمد. واليوم راح احكي عن الدورة النيتروجينية. طبعا اساس نجاح كل حوض هو اكتمال الدورة النيتروجينية. بالاضافة الى انه اكو شغلات ثانية مثلا الكلور، ايش قد بالمي، نسبة الفوسفات، المعادن. اهم شيء احنا لازم ننتبه له هو الدورة النيتروجينية واكتمالها بالاحواض. يعني من نجيب السمك ومو مباشرة اخليه بالحوض، اخلي مي فورا وازيل الكلور واجيب السمك اخليهن، لان هذا راح يؤدي الى موتهن. لازم بالعكس انتظر، اجهز الحوض واكمل الدورة النيتروجينية وبعدين اخلي الاسماك بيه. فمثل ما جاي تشوفون حبيت اشوفكم. طبعا هذا الكتاب كلش حلو، اكواريوم فيش بالانجليزي، مال ماري بايلي وجينا ساندفورد. فهنا أنا حاكي لك بشكل مختصر عن الدورة النيتروجينية. طبعا بصورة عامة مثلا هنا الأسماك طبعا تروح شلون البني آدم يروح للتواليت، ولكن الفضلات مالتها أو التواليت مالتها أو يعني مخلفات تروح للمي، لأن هي ما عندها. مثلا هسه احنا عندنا مكان نروح له، نروح برا أو مثلا نروح بناية خاصة تواليت، بس الأسماك ما عندها. وين ما كان تستخدم المي، البيئة. هاي السمكة تنتج مادة اسمها أمونيا، كلش ضارة. أكيد إذا سمعانين بيها تعرفون، هو إذا ما سمعانين بيها هو مركب مو زين، ضار. وكذلك هنا الأكل اللي من يتحلل الأكل إذا ما أكلته السمكة وترسب بقاع الحوض راح يتحلل وينتج لنا أيضا أمونيا. لحسن الحظ اكو شيء اسمه نيتروسوموناس بكتيريا. هاي نوعية من البكتيريا اسمها نيتروسوموناس، تاخذ الأمونيا تحولها، تستقلبها إلى مركب ثاني يسمونه نايترايت. النايترايت أيضا بعده مركب سمي وقاتل للأسماك. هسه أول شيء تنتج عندنا الأمونيا اللي هي كلش مو زينة، مو أوكي. تجي بكتيريا يسمونها نيتروسوموناس العفو، تستقلبها إلى نايترايت. نايترايت أيضا بعدها سامة، مو أوكي للأسماك. تجي بعدها بكتيريا يسمونها نايتروبكتر، أيضا نوع ثاني تختلف عن نيتروسوموناس. نايتروبكتر هاي تاخذ النايترايت تستقلبه، تحوله إلى نايتريت. فأول بداية صار عندنا أمونيا، اجت هنا النوعية مال البكتيريا هاي هنا استقلبته حولته إلى نايترايت. النايترايت تجي بكتيريا أخرى يسمونها نايتروبكتر، تستقلبه تحوله إلى نايتريت. نايتريت هو آمن، مبدئيا آمن يعني، بالعكس وفد شيء صحي للحوض، لأنه يستخدم كغذاء للنباتات. إذا الحوض بنباتات، إذا الحوض ما بنباتات يستخدم كغذاء للطحالب اللي تنمو. طبعا بشكل قليل إذا طحالب موجودة بالحوض بشكل قليل، هذا دليل على أنه الحوض جيد كاملة به الدورة النيتروجينية. إذا بشكل قليل مو بشكل كثيف، مثل ما جاي تشوفون هسه بحوضي اكو شوية من الطحالب. طبعا هذا الحوض صار له تقريبا 6 اشهر إلى 8 اشهر، فأكيد الدورة النيتروجينية مكتملة. بس هذا هو الدورة النيتروجينية. طبعا جدا 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 مهمة، وإذا افتهمت شنو الدورة النيتروجينية راح تفتهم شلون تربي الأسماك. بس أحب أذكر أي شيء آخر. ورا ما قلنا آخر شيء الأمونيا، بعدين تتحول إلى مركب يسمونه نايترايت، بعدين إلى مركب آخر يسمونه نايتريت اللي قلنا عليه آمن وهو كغذاء للنباتات. بس يعني مو بشكل يعني شهر شهرين ما نبدل المي، يعني هذا راح يصير بشكل من زاد عن حد انقلب ضده. فإذا صار عندنا نسبة كلش عالية من النايترايت، على الرغم أنه آمن ولكنه يقتل الأسماك إذا تجاوز نسبة عالية جدا. ولذلك احنا نبدل الحوض. ليش نبدل الحوض؟ ليش ما تجي بكتيريا تحوله إلى مركب آخر؟ ماكو بكتيريا. هو هنا من يصير عندنا نايترايت
بعد ماكو بكتيريا تستقلبه. هو هذا اخر مركب يسمونه بالايض مال النيتروجين، الدورة النيتروجينية. يعني الامونيا اكو بكتيريا تستقلبها، النايترايت اكو بكتيريا اخرى تستقلبها، النايتريت بعد ماكو بكتيريا تستقلبه. هو صح شوية آمن بس مو بكميات كلش عالية. إذا بكميات كلش عالية يعني بعد يقتل الأسماك. فبالتالي إحنا لذلك نسوي تغيير بمي الحوض كل يعني 30 إلى 40%، يفضل كل أسبوع، وحسب يعني حسب نوعية، حسب عدد الأسماك، حسب إيش قد تطعمهن، حسب النباتات الموجودة. هذا بالنسبة للدورة النيتروجينية. أتمنى أكون فدتكم فد شيء، وشكرا لمتابعتكم.